هتندم بجد لو الفكرة اللي هحكيها دي موجودة جواك. جمعوا شوية ستات وقالوا لهم ان هم عايزين يعملوا تجربة علمية. هل الراجل لو بيعمل انترفيو لست عندها جرح في وشها هيوظفها، ولا الشكل هيفرق في عملية التوظيف رغم الكفاءة؟ جرح هم هيعوروهم؟ اكيد لا طبعا، هيعملوا لهم ميك اب اكيد. يعني هي دي التجربة؟ لا مش هي. الفكرة ان هم عملوا لهم الميك اب وقبل ما يدخلوا الانترفيو كان في حد تبع التجربة كان بيقابل الست ويقول لها لحظة هنظبط شكل الجرح. والمفاجأة انه كان بيمسح الجرح تماما، وعمل كده لكل ستات. طب هو مسح الميك اب ليه؟ وهي ايه التجربة اصلا؟ هقول لك حالا. كل الستات خرجوا من الانترفيو مصرين ان الشخص بتاع الاتش ار عاملهم وحش عشان الجرح اللي في وشهم اللي هو اصلا مش موجود. وفي ستات اكدت انه كان بيبص ويركز في المكان اللي فيه الجرح، رغم ان هم كانوا جيدين جدا في الانترفيو. وهي دي التجربة. هل انت ممكن تعيش دور الضحية بسبب حاجة اصلا ما حصلتش معاك؟ هل انت هتعيش دور الضحية وانت معتقد حاجة انت الوحيد اللي مصدقها؟ هل انت مؤهل اصلا انك تكون ضحية حد؟ مع الاسف الاحداث مش بتكون شخص، العقلية هي اللي بتتحكم. دورك انك تغير افكارك وتقول لي رأيك تحت في التعليقات. واستنى الفيديو الجاي. سلام.